يا صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني قوي من اخر فيديو نزلناه. جايه لكم بقى النهارده فيديو جديد. انزلي تحت حطي لايك للفيديو، ولو لسه مش مشتركه انزلي اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك اي فيديو جديد انا بنزله. ولو انت مشتركه معايا تنزلي تحت تدوسي على علامه اللايك عشان دي اكبر دعم منك ليا، وكمان تسيبي لي كومنت حلو كده فيه دعوه حلوه كده من قلبك ليا. ولو انتي مش مشتركة ولسه هتشتركي تنزلي كمان تكتبي لي كومنت حلو كده تعرفيني بنفسك عشان انزل ارحب بيكي تحت. وعيلتي تكبر بيكي بقى وتنوريني. المهم جايلكوا بقى النهارده بروتين كده خطير في المطبخ. بصوا الروتين ده تبع الروتين اللي قبله على طول. كان نفس الفيديو، بس انا ما بقتش زي ما قلت لكم قبل كده، ما بقتش احب اطول عليكم الفيديوهات. عايزه اقول لكم على حاجه. ان الروتينات اللي كنت بنزلها في الاول على قد ما هي كانت طويله على قد ما هي كانت بتعمل نسب مشاهدات حلوه. بس انا لقيت ان كله بيقول لي لا، الروتينات بتاعتك طويله جدا والمشاهد بيزهق. فخلي الروتينات ما تزيدش عن مده الربع ساعه. فانا يعني ربنا عالم بحب اوريكم كل التفاصيل اللي انا بعملها. ما بخبيش حاجه او ما بقطعش حاجه من الفيديو غير الحاجات اللي انا مثلا باكون مثلا موطيه ظهري كده، يعني الحاجات اللي هي ما ينفعش اصلا ان انا انزلها على القناه. انما اي حاجه تانية، اي تفاصيل في البيت انا بوريها لكم. حياتي كلها يعتبر بوريها لكم، مش بخبي عنكم اي تفاصيل. فانا الفيديو ده كان نفس الفيديو الاولاني وفي نفس اليوم، بس انا يعني قسمت الفيديو جزئين زي اللي قبله زي اللي قبله، فعشان كده انا طالعه بنفس اللبس كمان. هو كان نفس الروتين ونفس اليوم، بس انا طبعا عشان خاطر برضو انتوا ما تزهقوش او تملوا، فانا قلت خلينا نقسمه كده على جزئين بحيث ان انتي تشوفي ده وبعدها بيومين اكون انا حضرت ده تشوفي التاني. لو انتوا بقى حابين الروتين يبقى طويل وحاجة زي كده مثلا مش بتضايقكم، ما عنديش مشكلة خالص. انا عامة يوم ما بصور بفضل ان انا يعني بكون مجمعه لكم كذا حاجة هعملها بحيث ان انتوا تستفادوا، فاهمين؟ يعني بجمع كده كام حاجة، حاجات اللي هي يعني تنظيفات عميقة، حاجات مثلا اكون ورايا كذا حاجة. المهم يعني ان احنا في الروتين ده هنعمل كده شوربة عدس عشان نتدفى في الوقت الساقع ده. اليوم ده على فكرة كان يوم تلج من اوله لاخره، كان يوم ساقع جدا. فانا اخترت اليوم ده ان اعمل شوربة عدس. وبصوا بقى كنت اليوم ده مدعوكة ومطحونة في قلب الشقة. هنا بقى كنت خلصت الجزء اللي هو بتاع الريسبشن بره. لو انتوا شفتوا اخر فيديو نزلته كان فيه الريسبشن وكان فيه اوضة نومي. المهم يعني كنت خلصت بقى الريسبشن وبحاول كده لملم الرخامة. المطبخ بصوا منظره فظيع. بغسل باستمرار المشاية اللي هي بتاعة المطبخ دي. مش بعرف يعني اشوف حاجة تكون منظرها مش حلو او عليها بقع او مش بعرف اسيبها. بصوا هو ربنا بيخلق فينا يعني كل واحد بقى ليه طبع او كل واحد بقى فيه حاجة. ممكن ابقى انا بسهى عن حاجات تانية. بس عندي قوة ملاحظة في حاجة معينة او في حتة معينة. انا بقى عندي موضوع الملايات او موضوع المشاية او السجادة او الحافظة عامة، لو فيها بقعة انا مش بعرف اقعد، مش بحس ان البيت نظيف. فانا مشيت المطبخ عندي تعبت غسيل. بفكر بقى ان شاء الله المرة الجاية يعني اما انزل السوق. انا كنت جايباها من سوق الخميس قبل كده قلت لكم، اللي هو بيبقى في المطرية ده لو انتوا عارفينه. بافكّر إن أنا لمّا أبقى أنزل أجيب واحدة تاني غيار، لإني في الشتا كده الموضوع صعب. عارفين في الصيف أمّا كنت باشيلها كل شوية واغسلها الموضوع مش بالنسبة لي ما كانش مضايقني. إنما من ساعة بقى ما الجو برّد كده بجد الموضوع فارق أوي. يعني عارفين بيبقى الدنيا بتبقى تلج في المطبخ، وأنا طبعًا أي واحدة فينا بتبقى وقفتها 3/4 الأيام في قلب المطبخ. 3/4 قصدي اليوم بيبقى في المطبخ، فبصراحة الجو صعب جدًا. هنا بقى بُص الأرض متبهدلة وزبالة وكرتونة وكده. بس أنا مش باحاول إن أنا أقُص حاجة من الفيديو أو مثلًا أكنس الأول وآجي أورّيكم. أنا باحاول أورّيكم كل حاجة على طبيعتها. في كذا حد منكم بصراحة دخل كتب لي إحنا بنحب أوي طريقة إن أنتِ مثلًا تدخلي المطبخ زي بيوتنا اللي هي الطبيعية. الرخامة متبهدلة بنبدأ ننضّف مع بعض، مش باحاول إن أنا أورّيكم عكس اللي موجود. أنا باحاول أورّيكم حياتي على طبيعتها. يعني كنت باشوف ناس كتير يقولوا ما تبصوش أوي على الحاجات اللي هي على الإنستجرام، البيوت اللي هي 24 ساعة نضيفة. على فكرة عندهم ولاد وعندهم انشغالات، وعندهم ممكن حد يتعب لا قدّر الله، يقعد يومين مثلًا ما يعملش بيته. كلنا بنبقى كده. يعني كل أم عندها أطفال، البيوت بتاعتها بتبقى كده. وبعد كده بقى النضافة دي بتاعتِك أنتِ، والرَّك على إنِّك تبدئي أول بأول، إيدِك تبقى على طول في الحاجة، مقتدرة وقادرة إن أنتِ تجيبي حد ينضّف لِك. المهم إن أنتِ
يعني تبقي عندِك من جوّه اللي هي إيه، حتّة النضافة. النضافة دي نابعة من جوّه على فكرة، مش حاجة مش شكليات ولا الكلام ده كلّه. أنتِ خارجة من بيت نضيف وبتحبي النضافة، فأنتِ هتبدئي تنظّمي وتنضّفي. بس، فالمهم دخلت كده رتّبت الرخامة الأولانية دي اللي هي البار، وبعد كده إيه، ندخل بقى على الرخامة التانية والبوتاجاز. بُصّوا، أنا كنت كمان شارية حاجات. إحنا آخر الشهر، إحنا كده عندنا الإطعام بتاعنا. والله المرّة دي برضه كنت مصوّرة لكم، بس فعلًا أنا مش مشتركة في الإطعام ده لوحدي. إحنا كذا حد، يعني كذا حد، كذا شخص في الإطعام ده. ما شاء الله المرّة دي عملنا كمية وجبات كبير. عايزة أقول لكم تعبت جدًا وصوتي باين عليه، أنا بقى لي 3 أيام تعبانة. وامبارح بالليل واقفة عادي جدًا. يعني بُصّوا، أنا كان بقى لي يومين عملت الإطعام على يومين. عملت أول يوم وجبات عدد كبير، وتاني يوم كان تكملة كده. تالت يوم بقى اللي هو كان امبارح، أنا والله العظيم بُصّوا مش عارفة أقولها لكم إزاي. أنا واقفة على البوتاجاز، خلِّت أختي اشترت لي يعني لحمة حواوشي وكده بلدي. وقفت بس قُلت ما عليَّ غير إني هاعمل حبة سلطة طحينة وهاعمل إيه، هاعمل الحواوشي، هاحط الحواوشي اللحمة في العيش وهاحمّر للولاد. فالمهم أنا واقفة عادي عند البوتاجاز، واقفة ومشغّلة النار وحمّرت أول رغيف. باكتب على الواتساب لجارتي وكده، باقول لها إيه، لو أنتِ داخلة الهايبر هاتي لي مناديل. أنتم عارفين طبعًا الزُكام والشتا والبرد والكلام ده. كان عندي عيد ميلاد ابن أختي وعملناه عندي في البيت واحتفلنا بيه. وبُصّوا بقى، أنا لسه يا دوبك هُم مدّينّي ضهرهم ومشيوا، ماما واخواتي وكده والولاد. وبقى أنا قُلت خلاص ابني هينام، فاعمل له الرغيف بتاعه هو، وبعد كده نعمل أنا وبقية الولاد وناكل. وبُصّوا أنا لسه واقفة، حصل لي بقى حاجة غريبة أوي. يعني وأنا واقفة كده لقيت نفسي صداع رهيب، ضربات قلبي زادت. أنا برضه ما خدتش وادّيت، أنا قُلت ده كلّه من المجهود يومين ورا بعض. وتالت يوم نضّفنا الشقة، طلّعت مرات الحارس بتاع العمارة ونضّفنا الشقة. بُصّوا كانت مدعوكة. فالمهم يعني إن أنا وقفت عادي، اتمسكت كده يعني أنا عايزة أبُص في التليفون، أنا مش عارفة، فاهمين؟ آجي أبُص واكتب لها. أنا يا دوبك قُلت لها: "أنتِ فين؟" قالت لي: "أنا هاجيب حاجات من تحت." قُلت لها: "داخلة الهايبر." لسه ما كتبتلهاش أنا عايزة إيه. وبُصّوا أنا لقيت غيامة سودا ومش عارفة أفتّح عيني، والسواد كلّه حَل على عينيّا. وبعد كده لقيت نفسي باروح، فواقفة بنتي ميرا جنبي. فقُلت لها ميرا، قالت لي إيه، قُلت لها: "انده لي منّة بسرعة." اللي هي بنتي الكبيرة. لقيت ميرا عمّالة تنده لها، هي مش منتبهة، مش واخدة بالها في إيه. يعني عارفين اللي هي ارتبكت برضه، الموقف شدّها. لقيت نفسي باقول لها: "الحقيني، الحقيني." ولقيت نفسي في الأرض، اترميت، وقعت. الموقف ده حصل لي مرّة زمان، زمان أوي وأنا حامل في ميرا، في أوائل الحمل كده اتنرفزت واتعصبت، لقيت نفسي وقعت. بُصّوا أنا بافقد الوعي للحظات وباقوم لوحدي، مش بيغمى عليَّ. أنا اترميت في الأرض رمية، نزلت كده من على البوتاجاز. أنا فضلت إيديّا ماسكة في الرخامة وماسكة في البوتاجاز يعني بقدر الإمكان مش عايزة أقع. بابُص بقى لقيت نفسي فقدت الوعي خالص، نزلت على الأرض ما فيش دقيقة، أقل من دقيقة كنت أنا صحيت. مش عارفة ده حصل لي إزاي. طبعًا نزلوا نادوا لجيراني وخرجوا قعدوا يصرخوا، الولاد عندي بقى اتسرعوا. كلمة اتسرعوا دي قليلة أوي والله العظيم للي حصل. عندي ميرا بقت هتموت، ومحمد خرج يجري يا عيني ويصوّت ويعيّط ونزل للجيران جابهم لي. جِبنا حد من الصيدلية يقيس السُكّر، لإني طبعًا واكلة تورتة وواكلة الكلام ده. فقُلت جارتي قالت لي: "على فكرة بيحصل لي كده وأنا عندي السُكّر." قُمت جابوا الحد اللي هو بيقيس ده، اللي هو الدكتور الصيدلي، قاس السُكّر. السُكّر مش عارفة 124. قال لي: "ده كده قليل يعني في الطبيعي جدًا، أقل يعني أقصى حاجة 126 ده الطبيعي." قُلت له: "ده أنا كمان واكلة سُكّريات ولمّا وقعت كده جابوا لي مَيّة بسُكّر." بس المشكلة إن أنا لمّا وقعت جسمي كان سُخن جدًا. يعني أمّا شالوني من الأرض قالوا لي: "جسمِك مولّع، جسمي سِخِن، ضربات قلبي سريعة، إيديّا بتورم." فالمهم برضه سكِتّ، قاس لي الضغط، لقيت الضغط مش عارفة 80/40 حاجة كده. قال لي: "ده واطي جدًا، جدًا، ضغطِك نزل خالص." طَب إيه، طَب كده الضغط، صداع رهيب وفوق عيني تاعبني ومش قادرة، مش عارفة أفتح عيني. فراح قال لي: "لأ، ده كده لازم تشربي بقى فورًا كركديه وترجعي بقى لدكتورِك." طبعًا كده بقى أنا مش عارفة ده كده غدتي والّا أنا بقى لي فترة مهملة في قصة التحاليل وقصة الغدة بتاعتي. كل شوية أعمل تحاليلي وأقول هاروح للدكتور بتاعي عشان كمية العلاج، النسب بتاعة العلاج بتختلف وكده.
فأعمل التحليل والاقي إن نسبة الغدة دكتور المعمل يقول لي كويسة، أقول خلاص مش لازم إن أنا أروح. بس بصراحة ربنا بقى بُصّوا أنا نمت، أكلت بقى امبارح ونمت، قُمت الصبح لقيت وشي وارم جدًا، وشي وإيديّا وصوابعي. الجنب الشمال عندي عينيّا حاسة إن هي وارمة جدًا. الجنب الشمال عندي في شفايفي حاسة إن في حاجة غلط، في حتّة وارمة كده. كُلّه مُصِر وكُلّه أجمع إن أنا زعلانة، وأنا والله العظيم ما فيش أي حاجة مضايقاني. أنا باخرج من موضوع الإطعام ده بابقى نفسيتي قسمًا بالله بتبقى على قد ما التعب جسماني وبافضل أعيّط وأقول بس لأ، بيبقى نفسيتي حلوة أوي. مجرّد إن أنتِ بتراضي حد يعني، وكفاية دُعا الناس ليكِ لمّا بتقوّمي حد من عِز البرد وعِز التلج، تدّي له لقمة سخنة ياكلها. مش قادرة أقول لكم الناس بتبقى عاملة إزاي. إحنا بقى لنا فترة بنوزّع الوجبات دي بالليل، فبُصّوا بقى بجد الموضوع صعب أوي في الشتا، في ناس نايمة تحت الرصيف والله العظيم إحنا في نعمة. أنا باخرج من موضوع الإطعام نفسيتي حلوة، وكمان كان عندي عيد ميلاد واخواتي متجمّعين وما عنديش مشكلة مع حد دلوقتي، يعني كل الدنيا عندي تمام. مش فاهمة، كُلّه مأجمع إن أنا برضه أنا زعلانة. أنا فعلًا مش زعلانة، ما عنديش حاجة الحمد لله مزعلاني. بس اللي حصل بقى أنا يعني بُص من جوايا أنا كنت عمّالة أقول لهم ولادي، أهم حاجة ولادي، خلّي بالكم من أنا كنت حاسة إن أنا باموت، ضربات قلبي سريعة أوي. بس على قد كده أنا برضه باقول أنا دلوقتي لو أنا مش واقفة راكزة على البوتاجاز أو ما عرفتش ألحق نفسي، كنت زماني بقى اتلسعت أو اتحرقت. أو افرضوا بقى وأنا سايقة، عارفين أنا كل اللي حصل ده لو حصل وأنا سايقة والله العظيم كنا مُتنا لا إما خبطنا حد. أنا بقى دلوقتي عارفين قايمة من النوم عمّالة أقول لأ لازم تاخدي بقى بالِك من صحتِك، تحاليلِك ما تهمليش فيها، دنيتِك كلّها لازم تتغيّر. بصراحة أنا قايمة عمّالة أقول أنا فعلًا مهملة في روحي، أنا فعلًا لو جرى لي حاجة ولادي هيروحوا فين؟ عارفين أنتِ حواليكِ أهلِك وحواليكِ الدنيا كلّها بتحبِّك وبتحب ولادِك، بس مهمًا كان ما حدش هيعرف يملى مكانِك، ما حدش هيعرف يخلّي باله من ولادِك زي ما أنتِ هتخلّي بالِك، ما حدش هيبقى حنيّن على عيّلِك زي ما أنتِ حنيّنة، ما حدش هيحس بولادِك زي ما أنتِ بتحسّي بيهم. فبُصّوا بقى أنا قايمة قُلت لأ، لازم أعمل تحاليلي، لازم آخُد بالي من صحّتي، لازم آخُد بالي من حياتي، لازم آخُد بالي من نَفْسي، كل حاجة. أنا بجد الفترة اللي فاتت دي كنت مقصّرة في حق نَفْسي وفي حق ولادي وفي حق بيتي، بصراحة ربنا أنا مُعترفة بده. فمن النهارده بقى في حاجات كتير لازم تتغيّر، لازم بجد آخُد بالي من كل حاجة، كل صغيّرة وكل كبيرة. بس فقُلت بقى إن شاء الله نويت كده إن أنا هاعمل بقى التحاليل، هاعيد كُلّه التحاليل بتاعتي تاني بتاعة الروماتيزم اللي أنا من فترة عملتها وبتاعة الغدة، هاعملهم بقى تاني وأشوف إيه الدنيا، وأروح بقى للدكتور بالتحاليل. لإني قبل كده من فترة كنت عاملة تحاليل الغدة، والدكتور بتاع المعمل قال لي كويسة وغدتِك زي الفل، ودكتور الحمل ساعتها كنت حامل في الميرا قال لي غدتِك زي الفل وبتاع. وبعدها بفترة تعبت قال لي أمّا رُحت بقى لدكتور الغدة قال لي: "عُمر دكتور المعمل تحاليلِك مش حلوة، وعُمر دكتور المعمل ما هيعرف يدّيكِ نتيجة زي ما أنا هادّيكِ نتيجة، عمره ما هيعرف أنتِ هتاخدي نسبة علاج قد إيه، دكتور الحمل بتاعِك ده عمره ما هيعرف قلّل لِك النسب بتاعة البرشام بتاعِك إزاي، ده دكتور حمل وبتاع، دكتور نسا." فبُصّوا بقى لأ إن شاء الله هاعمل كده تحاليلي وأروح أروح واخدة بعضي وأروح رايحة للدكتور بتاعي أشوف إيه الدنيا. أي نعم أنا ما باحبش مشاوير الدكاترة أو ما باتفائلش بيها، بس بُصّوا أنا قايمة صوتي رايح وتعبانة وخايفة ومخضوضة، إيديّا امبارح كانت عمّالة تترعش، مش عارفة أمسك كوباية أشرب حاجة، رجليّا ما كانتش شايلاني، أنا الخضة لوحدها كفاية، أنا كنت خلاص متأكدة إن أنا باموت، فاهمين؟ فالحمد لله قدّر الله ما شاء فعل، ربنا ما بيعملش حاجة وحشة وما بيجيبش حاجة وحشة في حد. أنا مستودعة عيالي عند ربنا وباقول يا رب هُم في ودايعك، مش هاقدر أقول غير كده، والله العظيم 3 أنا ما عندي حد في الدنيا أغلى من ولادي، ما عنديش. عارفين على قد ما أنا عصبية، على قد كده اتقالت لي كلمة كده من كام يوم، اتقالت لي: "أنتِ بتحبي ولادِك أوي." قُلت لهم: "ده أنا حاسة إن أنا مقصّرة، ده أنا باتعصب عليهم، ده أنا بارجع أعاتب نفسي، ده أنا بارجع ألوم نفسي." لقيت بيترد عليَّ يقولوا لي: "أنتِ ما بتشوفيش نفسِك لو حد هوِّب ناحية ولادِك بتبقي عاملة إزاي، لو حد ضرب محمد ابنِك بتبقي عارفين أنا والله العظيم مش قصدي حاجة، بس أنا باقلب حد تاني خالص لمجرد إني أحس إن حد جاي على ولادي.
باقلب حد ممكن تقولوا عليَّ لأ دي مش متربية، دي مش هي دي اللي بنشوفها، الناس بتزعل منّي، بس عارفين أنا يعني باحاول أتحكّم في ده، باحاول أتعامل بطريقة حلوة، مش باعرف، مجرّد ما باشوف دموع ابني وألاقي فعلًا، فعلًا أنا على فكرة والله مش باكبّر ابني على حد، ومش باخلّي ابني يتطاول على حد، ولمّا حد بييجي مثلًا شكوى من ابني باخد حق اللي بييجي لي، بس عارفين بقى لمّا بيبقى العكس أو بييجي حد ابني جه على ابني أو جه على بنتي، أنا باقلب عارفين اللي هو حد تاني خالص، بابقى حد تاني خالص بُصّوا اللي هو أنا باكل اللي قدّامي، أنا لو راجل هاكله. يعني لو راجل قدّامي وجاي على ابني قسمًا بالله هاكله، مش باعرف. أنا ممكن توصل معايا لمرحلة إن أنا ممكن أضرب اللي قدّامي عشان ابني، عشان ضنايا ده ما يتظلمش، وعشان ابني ما يعيشش يحس إن مثلًا أمه ما عرفتش تجيب حقه أو ما عرفش ياخد حقه عشان أمه وهو عايش مع أمه، لأ. فأنا باعرف أجيب حق ولادي كويس أوي والله العظيم، مش باخلّيهم يحسّوا إن هُم ضُعفا ولا إن هُم مش عارفين يجيبوا حقّهم ولا الكلام ده كلّه مش عندي، بس في نفس الوقت ما باخلّيش ابني برضه ييجي على حد. فبُصّوا بقى امبارح كنت حاسّة إن أنا في قمة ضعفي، إن الدنيا دي مش مستاهلة، والله العظيم الدنيا دي مش مستاهلة أي حاجة، مش مستاهلة إن إحنا نتطاول على بعض، مش مستاهلة إن أنتِ تفضلي تهبهبي وتزعّلي اللي قدّامِك بجد أقسم بالله أنا امبارح باقول أنا شُفت نفسي باموت، أنا شُفت نفسي لدقايق باموت وباطلّع في الروح، وبجد الموضوع مأثّر فيّا، مش موضوع إن أنا أغمى عليَّ ولا الكلام ده، لا، لا، لأ، الموقف نفسه صعب، أنا كنت سامعة ولادي عمّالين يصوّتوا ومش عارفة أكلّمهم، فالموضوع بُصّوا أثّر في نفسيتي بطريقة فظيعة. فإن شاء الله ناوية آخُد بالي بقى من صحّتي وناوية آخُد بالي من اللي ورايا. المهم خلّينا في موضوع الفيديو قلبتها لكم دراما، وبجد عشان أنا أصلًا تعبانة الموضوع مأثّر فيّا، وقُلت لازم أقوم أسجّل لكم الفيديو ده طالما هو أصلًا متمنتج بقى له كتير، بس قُلت لأ لازم أقوم يعني أسجّل لكم صوت يعني أعرّفكم اللي حصل معايا. المهم اليوم ده زي ما أنتم شايفين كده بقى خلّصنا الرخامات، كنت شارية حاجات طبعًا للإطعام، علب السمنة، البصل اللي هو الكمية الكبيرة، كنت شارية طماطم بكمية كبيرة. بُصّوا ضبّطت الدنيا خالص، اشتريت كل حاجتي. أنا في الإطعام هاورّيكم أجزاء لو حابين تشوفوا، عشان أنا مش باحب حد يتكلّم في حاجة زي كده. أنا اليوم اللي عملت فيه إطعام قبل كده على فكرة ما نزّلتش أي ربح على الفيديو عندي، ومش هتحصل في يوم إن أنا أبقى عاملة حاجة لوجه الله وأنزّل عليها ربح. وده طبيعي وده المفروض وده الصح اللي المفروض يتعمل، ومش باعمل كده عشان حد يقول لي أنتِ طالعة تتباهي، لو هاتباهى كنت صورت لكم ما شاء الله أزيد من 220 وجبة أنا عاملاهم بإيدي، اشتركت معايا واحدة بس ربنا يستر عرضها يا رب، بنوتة لوجه الله، صاحبتي لوجه الله اشتركت معايا، وجارتي ساعدتني برضه لوجه الله. فأنا عايزة أقول لكم إن حاجة زي كده أنا لمّا بنيجي نتكلّم فيها إحنا بس بيبقى هَمّنا إن الفكرة توصل لِك لو أنتِ هتعمليها برغيفين فينو وبيضاية، فاهمين؟ ففي ناس تانية عقولها مش بتبقى فاهمة الكلام ده. المهم زي ما أنتم شايفين بقى عملنا شوربة العدس، حمّرت البصلاية عليها جزراية وسِبتهم يتشوّحوا في السمنة وزيت، ودي طريقتي في العدس ما باغيّرهاش، بعد كده نزلت بالعدس وفصّين التوم والطماطميتين، اتشوّحوا دقيقة ورُحت حاطة المَيّة، أول لمّا العدس بتاعي اتسلق والجزر استوى خلاص فرمته ورُحت عاملة ال الب ال الناحية التانية اللي هي البصلاية حمّرتها هي والشعرية وبعد كده هانزل بيها على العدس، هي دي شوربة العدس بتاعتي. طبعًا أنا نقصت من حلة لحلة عشان يبقى صابح، كل ما نعوز ناكل نسوي. باحط يعني عدس بقى من الشوربة اللي هي شوربة العدس اللي الناحية التانية في الحلة، على حبة من الشعرية اللي هي لسه متحمّرة، بحيث تبقى كل حاجة صابحة عن ما تقعدي كل شوية تسخّني لمّا تعملي الكمية كلّها مرّة واحدة، بتحسي إن الموضوع ما بيبقاش حلو، بتحسي إن الأكل بيبقى بايت وبعدين الشعرية بتتخن كده في قلب العدس ما بيبقاش طعمه حلو. وبُصّوا بقى حطيت اللي هاغسله في غسالة الأطباق، حطيته كلّه في الغسالة، لمّيت كل المواعين اللي هاغسلها في غسالة الأطباق حطيتها وشغّلت عليها، والحاجات اللي يعني هاغسلها على إيدي زي ما أنتم شايفين كده باغسلها على طول. وكده قرّبنا بقى نخلّص المطبخ، فاضل الأرضية طبعًا الأرضية كانت متبهدلة أوي، وأنا برضه قُلت أنا كده مش فارشة مشّاية في قلب المطبخ، فخلّيني آخر حاجة بقى أعملها اللي هي الأرض عشان خاطر كده هتقع منّي مَيّة وأنا باغسل المواعين، أنا من النوع إني بابهدل الدنيا، بابهدل الأرض، بابهدل هدومي بُصّي بطريقة فظيعة.
المهم بقى لو وصلتي لحد هنا في الفيديو والفيديو عجبك، ما تنسيش لو انتي مش مشتركه في القناه تنزلي تحت تشتركي في قلب القناه وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك اي فيديو جديد انا بنزله، وتنزلي تحت تكتبي لي كومنت حلو كده منك عشان انزل ارحب بيكي في القناه، واكيد اكيد عيلتي كبرت بيكي. ولو انتي مشتركه معايا تنزلي بقى تحطي لي اللايك بتاعتي، وما تنسيش كمان الكومنت كده في دعوه حلوه منكم ليا انا كمان دلوقتي. بصوا محتاجه دعواتكم جدا، وانا اصلا جوايا خوف رهيب، يعني انا خايفه قوي. فان شاء الله خير. وعموما يا رب يكون الفيديو عجبكم واكون خفيفه على قلوبكم وتكونوا استفدتوا بقى من الفيديو. بالنسبه بقى للمواعين والكلام ده، انا ما بحاولش ان انا اكتر فتره الفقره بتاعه المواعين كتير عشان بحس ان انتوا بتزهقوا منها او كده، مع ان دي اكتر فقره محببه لقلبي. وطبعا بقى الغساله بصراحه هي المنجز الوحيد. بصوا بنت من بناتي في قلب البيت، يعني عيل من عيالك في قلب البيت، بصراحه منجزه جدا وانجزت معايا اليوم ده. فبدأت كده كمان ألمع الرخامة بتاعتي وأظبط الدنيا من كتر ما اليوم كان طويل. بصوا المشترك اللي هناك ده بقيت عمالة والله أشحن التليفون عشان خاطر يعني ألحق إن أنا أصور لكم بقية الفيديو يعني ما كسلش عليه وأقعد وأقوم وأقوم لأ، بقيت أشحن كده وأنا شغالة وبصور معاكم. لملمت بقى كل الزبالة ده، على فكرة كان كله قشر بصل وكام حاجة كده، يعني مش حاجة اوفر، بس هي الزبالة عندي كانت لازم بقى ايه اتخلص منها كده انزلها. فيعني مرات الحارس بتطلع تاخدها فطلعت خدتها خلاص. انا عندي بقى الارضية نديها مسحة كده لطيفة نضيفة. بصوا بحب احط لها بقى ايه حبة جنرال، حبة كلوروكس اللي هو الجل ده بيدي نظافة ولمعان، وانشف بقى الارضية كويس، والمطبخ عندي هيبقى بصوا بيبرق كده. فكده كان خلاص بقى الغدا بتاعنا كمان يعني هحطه على طول. قطعت طماطم، قطعت بصل يعني جنب العدس، وحتى كنت المفروض حمصت عيش بس بصراحة ما قدرتش استنى، كنا جعانين والولاد كمان كانوا جعانين. فقلت خلاص بقى مش مشكلة، نشفت المطبخ وقلت خلاص بقى خلينا ناكل على طول، بحيث ان هما برضو استنوا كتير قوي، اليوم كان طويل وبصوا الدنيا كانت مدعكة. فخلاص العدس بتاعي بقى يا دوبك اديته بس تسخينة بسيطة، وبعد كده يعني غرفت بقى على طول حطينا الاكل كده. بصوا العدس كان خطير، احنا حاسه بس ان الشعريه كترت شويه بس يعني قشطه يعني شغال. بصوا بقى المطبخ كان شكله عامل ازاي. نغرف بقى الاكل بتاعنا وتفضلوا معانا. الاكل كان تحفه، وطبعا العدس في الاوقات اللي زي دي بصوا في السقعه دي بصراحه هو اللي بيدفي. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون خف على قلوبكم وتكونوا استفدتوا من الفيديو.